السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمل خضار السوتيه التحفة باللحمة الريب اي. حاجة كده جميلة وتحفة. قطعة من اللحمة بتستوي بسرعة وجوسي وبطريقة جميلة جدا. صينية من الخضار السوتيه للدايت رائع تحفة جميل قوي وطعمه يجنن. يلا نعمل مع بعض أحلى صينية بالريب اي التحفة. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. من فضلكم ليعدي على الفيديو لايك وشير وفعل الجرس على كلمة الكل. يلا نعمل مع بعض حاجة جميلة قوي. الأول نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهنعمل مع بعض الخضار السوتيه بالريب اي من مطبخ دودو بأمريكا لحد ما ارجع مصر. يلا بقى نقول الخضار السوتيه مع بعض. الكوسة والجزر والبطاطس والبسلة هنحضرهم كده مع بعض ونقطع الجزر قطعية سوري الكوسة بقطعية كده تخينة شوية عشان بتستوي بسرعة. تمام. معايا فلفل ألوان، معايا اللون الأحمر المتواجد، عندك جمال الألوان مفيش مشكلة. معايا 2 من البصلة المفرومة، عليها فلفل رومي، عليها طماطم وتوم. هنجيب بتنجانية كده ونقطعها مكعبات ونحمرها. معانا بقى اللحمة الجميلة اللي قلت لكم عليها الريب اي. وهقول لك على التتبيلات الجميلة دي. اول تتبيلة للحمة عبارة عن توم باودر، معانا الملح، البربكة، الفلفل اللي هو المشطشط اللي بنقول عليه الشطة، 2 نوع من السيزنينج اللي يعني قلنا عليهم اللي هم نوعين من التتبيلة، الملح والفلفل وجوز الطيب وأي تتبيلة موجودة عندك مفيش مشكلة. أهم حاجة تكون الزعتر اللي هو العامل الأساسي في تتبيلة اللحمة. خدي اللحمة كده ودعكيها كويس وتبليها بكل البهارات الجميلة اللي قلتلك عليها. الزعتر يا جماعة جميل جدا، بيدي تيست عالي جدا مع جوز الطيب. ادهني كده ودعكي كويس قوي قوي الريب اي كويس. اللحمة الجميلة النوع الجميل اللي بيستوي بسرعة. اي بقى نوع لحمة تاني متواجد عندك اوكي، بس الطبخة دي او النوع ده من الخضار بعمله باللحمة بالطريقة دي. ان هتشوفوا معايا ان شاء الله طريقة التسوية الخطيرة الجديدة. اوكي، تبلنا كويس ودعكناها كويس. يلا بقى بينا هنجيب صينية فرن وهنبتدي نحطها على النار، وحوالي معلقتين كده من الزيت على الصينية. وهاتي اللحمة اعملي لها تشوك على الصينية كده، هنعمل لها صدمة عشان نقفل المسام ونحتفظ بالعصارة اللي جواها. هتبقى جوسي معايا. ضروري قوي الخطوة دي. يعني الخطوة دي مهمة جدا. هاتي اللحمة وخديها صدمة على كل اتجاه، على اليمين والشمال وعلى الوش والظهر كله لدرجة تتغير لونها بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. تمام. بعد كده يعني هنشيل اللحمة من الصينية ونحطها كده على جنبه في نفس الخلطة الجميلة دي اللي احنا عملنا بيها اللحمة والطعم اللي نزل عليها الجميل الصوص الجميل ده. هنكمل زيت، على فكرة بتتعمل بالزيت مش ضروري سمنات خالص. وهننزل بشرايح البصل، عليها الفلفل والثوم والطماطمايه اللي هي الكبيرة كده حلوة، ضربناها في الكبة وبقت سلايس زي ما احنا شايفين. وهنفردها على نفس الدهون الجميلة اللي واخدة طعم اللحمة. وبعد كده هنزل بمجموعة الخضار الجميلة بالألوان الجميلة دي اللي احنا شايفينها. وهبتدي اخدها بقى تقليبة كده واخد كل الأطعمة كلها مع بعض على النار. انا عايزه اقول لكم ريحتها ماليه البيت وحاجه كده خيال تحفه. انزلي بقى بالبهارات الجميله، الثوم البودر، الفلفل الاسمر، الملح، الكاري، السيزنينج الجميل اللي انا قلت لكم عليه، جوز الطيب، الورق اللوري والحبهان وعود القرفة والكزبرة وأي بهار متواجد ما تشيليش هم. المهم نبهر خضارنا ولحمتنا المتواجد عندك اللي انت بتحبيه. يلا ايه بهاري بيه، قلبي بقى كويس قوي 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 عشان يتشرب كله وياخد الطعم كله من بعض. بصوا الالوان، بصوا الجمال والتناسق الخطير. صينية خضار بجد كاملة متكاملة من الفوائد الجميلة. خلاص اوكي، سبتها على النار لحد ما شكشكت كده
معانا شوية وخدت طعمها من بعض، وهتجيبي كوباية من المية الدافية وهتنزلي بيها على الخضار، يعني حوالي كوباية كوباية ونص. ما تكتريش عن كده، احنا مجرد عايزين الحاجة تخش في السوا. أي شبكة موجودة عندِك حتى لو شبكة الفرن، حطيها فوق الصينية، والصينية دي على فكرة متواجدة وبتتباع في المولات. تمام، هاتي بقى اللحمة اللي إحنا عملنا لها الصدمة، لحمة الrib eye زي ما قُلنا، وحطيها فوق الشبكة، واللحمة دي بقى هتستوي بطريقة تسوية تحفة، تحفة، تحفة. هتستوي بالبخار وهينزل الأطعمة والصوص وكل الطعم على الخضار، وهتاخد من الخضار والبخار، وطريقة سِوَى خطيرة. ابتدي بقى غطّي كويس بورق الفويل بعد ما تاخد غلوة على النار. تمام، قفّلي الصينية حلو أوي، أوي، أوي. زي ما إحنا شايفين عايزين البخار هو اللي يعني بيكون التسوية بتبقى عليه، وتكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180، يعني بتكون عالية شوية وعلى الشبكة. هي دلوقتي غلت معانا وابتدى زي ما إحنا شايفين البخار يطلع ودخلت في سِوَى بسيط. هاخد الصينية ويكون الفرن عندي سخن جدًا، 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 وهابتدي أدخّلها على الرف الأوسط. هتاخد حوالي من ساعة إلا ربع لساعة. ممكن نبُص عليها لقينا إن لسه اللحمة التسوية شوية، نُص كوباية من المَيّة السخنة بتحطيها على الخضار. بعد ساعة طلعت بالشكل والطعم اللي أنا باقول لكم عليه، وأنا بادوقه دلوقتي وحاجة كده خيال. بُصّوا juicy وخطيرة. هاتي بقى فحمة وانزلي عليها كده بمعلقة من الزيت وغطّي بالفويل، والله، الله، الله، الله على الطعم والريحة. حاجة كده خيال، طعم الخضار على اللحمة زي ما إحنا كده دلوقتي شايفين. شِلنا ورق الألمونيا أو الورق الفويل وكانت واخدة الطعم وحاجة جميلة. ارفعي بقى الصاجة سوري الشبكة. بُصّي، شايفة الخضار استوى وجميل وفيه كده صوص، يعني حاجات بسيطة جميلة. بجد، بجد طعمه واخد من اللحمة، واللحمة واخدة من الخضار بالبخار، وحاجة خطيرة واستوت. ونوع اللحمة ده يا جماعة ممتاز، 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 بيستوي بسرعة. يبقى لازم نجيب قطعية لحمة تستوي معانا بسرعة. وبكده خلص الفيديو الجميل، مع اللايك والشير وتفعيل الجرس، وسلام عليكم.